أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات شخصية مؤثرة مع مروة. حلقتنا عن شخصية عظيمة في التاريخ العربي، شاعرة العرب الخنساء، اسمها الحقيقي تماضر بنت عمرو، ولقبت بالخنساء لصغر حجم أنفها وارتفاع أرنبته. ولدت في شبه الجزيرة العربية في نجد في القرن السادس الميلادي. اشتهرت بالفصاحة وإلقاء الشعر من صغرها، وخصوصا شعر الرثاء بعد فقدها أخويها. وأسلمت الخنساء ضمن وفد من قومها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 8 من الهجرة. أسلمت وشجعت أبنائها على الجهاد في سبيل الله، حتى استشهد 4 منهم في معركة القادسية. قال لها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: ألم يطل بكاؤك على أخويك؟ فردت عليه: بكيتهما في الجاهلية حبا لهما وحسرة على فراقهما، وبعدما أسلمت شفقة عليهما من النار لأنهما ماتا في جاهلية. ولما بلغها خبر استشهاد أبنائها 4 في معركة القادسية، قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. قال عنها النابغة الزبياني: الخنساء أشعر الإنس والجن. وقال جرير: أنا أشعر الشعراء لولا الخنساء. وقال بشار بن برد: شعر المرأة يبين ضعفها إلا الخنساء لأنها أقوى من الرجال. توفيت الخنساء عام 24 هجرية عن عمر يناهز 71 عاما. انتظروني في حلقة جديدة من شخصية مؤثرة مع مروة.